المراهقة مش مرحلة لعب وضياع زي ما بيقولوا، دي الفترة اللي بتحدد مستقبلك واللي جاي من حياتك هيبقى عامل ازاي. مع اني ما بحبش كلمة المراهقة دي، بس مش موضوعنا. دماغك في سن المراهقة مش بايظ زي ما ناس كتير بيقولوا او بيحاولوا يقنعوك، بالعكس مخك في المرحلة دي شغال بأعلى طاقة وبأعلى كفاءة هيشتغل بيها طول حياتك. المخ في المرحلة دي بيبقى عامل زي ورشة او تقدر تقول مصنع بيبني نفسه بنفسه، وده عن طريق حاجة اسمها الوصلات العصبية. مخك في المرحلة دي بيبدأ يركز على الوصلات العصبية اللي انت بتستخدمها كتير بشكل يومي او بشكل متكرر، وبيهمل الوصلات العصبية اللي انت مش بتستخدمها على اساس ان انت مش محتاجها يعني، فبيضعفها لحد ما تفقد اهميتها. يعني اي عادة او اي مهارة او اي حاجة بتكررها كتير في فترة المراهقة، دماغك بيقوي الوصلات العصبية بتاعتها، فبيخليها بالنسبة لك اقوى وتقدر تعملها بشكل اسهل وبشكل اسرع، وبتثبت في مخك كمان مدى الحياة، بتبقى جزء منك وجزء من شخصيتك. وعلى العكس الحاجة اللي انت بتهملها وانت صغير او ما بتركزش فيها بتتعب جدا عشان تعرف تعملها او تحافظ عليها بعد كده وانت كبير، لان الوصلات العصبية المرتبطة بيها او الخاصة بيها في مخك ضعفت وتقدر تقول نامت. عشان كده بيقول لك التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. المشكلة بقى ان الجهاز المسؤول عن المشاعر وعن المغامرة في فترة المراهقة بيتطور اكتر من الجزء المسؤول عن التخطيط وضبط النفس والقرارات والمهارات. عشان كده بتلاقي المراهق ساعات بيكون مندفع وبيتصرف بعفوية من غير ما يحسب هو بيعمل ايه. مراهق، بس ده مش عيب او مش حاجة وحشة قوي يعني، ده جزء من عملية التطوير، لان زي ما قلنا انت في مرحلة تطوير، تقدر تسميها مرحلة تطوير اكتر منها مرحلة مراهقة او عملية بناء مخك وشخصيتك المستقبلية. تخيل بقى لو انت في السن ده مع اللي انت فهمته ده بدأت تركز على حاجة مهمة في حياتك، زي مهارة تتعلمها مثلا المونتاج او التصميم او اي مهارة. كل مرة هتفتح فيها البرنامج، كل تركاية جديدة هتتعلمها، كل تجربة بتعملها، دماغك بيقوي الوصلة دي وبيخليها مع الوقت تبقى اسهل وتعرف تعملها اسرع، وبيخليها جزء من شخصيتك. وده معناه انك مش بس بتتعلم مهارة، انت بتبني نفسك وبتبني شكل حياتك في المستقبل. ركز معايا عشان تفهم قد ايه مرحلة المراهقة دي خطيرة. طيب تخيل لو انت في السن ده بدأت تعود نفسك على الصلاة وبدأت تلتزم بالصلاة، بدأت مثلا تحفظ قرآن. الفكرة زي ما قلنا انك في السن ده سهل تبني عادة او سهل تحفظ حاجة، والحفظ اللي انت هتحفظه في الفترة دي هيستمر معاك فترة طويلة بعد كده، هيفضل ثابت في مخك. يعني مثلا لو التزمت بالصلاة في مرحلة المراهقة، الصلاة بعد كده هتبقى جزء من شخصيتك، مش هتحتاج انك تجاهد نفسك ولا تبذل مجهود عشان تحافظ على الصلاة وانت كبير. انت مخك خلاص اتأقلم ان دي جزء لا يتجزأ من حياتك. وكذلك القرآن هيبقى سهل عليك انك تحفظ القرآن وانت صغير، لان مخك حرفيا لسه فاضي. والاهم بقى ان الحفظ ده هيثبت معاك مدة طويلة جدا طول ما انت محافظ عليه وبتراجع. الخلاصة المراهقة مش هي ابدا المرحلة اللي تضيعها في اللعب والهزار والهيافة، دي اهم فترة في حياتك. ما بقولكش ما تلعبش ولا تهزر، لا عيش حياتك وطفولتك ومراهقتك يا سيدي، بس وانت فاهم مخك بيعمل ايه وبيبني ايه وبيجهزك ازاي للمستقبل. عيش مرحلة المراهقة وانت واعي، ويا اما تسيب دماغك يبني عادات تضيع وقتك وعمرك، او تستغل الفترة دي وتبني نفسك على مهارات وعادات تفتح لك فرص ونجاح وتخليك افضل نسخة من نفسك. انت مش مراهق، انت راجل.